السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة جايبه لكم أكلة سهلة وبسيطة وسريعة، أكلة مصرية في الصميم، تنفع فطار غدا عشاء، تليق معاكي في كل الأوقات، ويتقدم معاها مقبلات وحاجات ترفع من قيمة الأكلة، وتنفع برضو للوقت اللي هي بتتقدم فيه. يعني لو قدمتيها فطار تعملي جنبها بيض مسلوق، بطاطس محمرة زي ما انت شايفة، مخللات، يبقى كده فطار. لو غدا ممكن تعملي جنبها صينية عجة، برضو بتنجان مقلي، بطاطس مقلية، او بتنجان مخلل وطماطم مخللة، يعني هتفيدك. يلا بقى بينا كده نشوف مع بعض الطريقة. هيكون عندنا كده ان شاء الله الفول اللي احنا عارفينه بتاع الطعمية، اللي هو اسمه المدشوش او المفصص زي ما انت شايفه كده. بنجيب على قد الكميه اللي انت عايزاها، ربع كيلو، نص كيلو، يعني على قد ما انت عايزه. بتنقعيه، هقولك هنا عشان هنسلقه كده هتنقعيه اقل حاجه كده ساعه. وبعد ما بتغسليه كويس قوي بعد النقع، بتحطي عليه الميه النضيفه بتاعتك اللي هنسلق فيها زي ما انت شايفه معايا كده، وبتحطي عليه شويه الخضار دول، بصل، توم، طماطميه مخليه من البذر، وفلفل اخضر حار او عادي. ويستحسن كده تطعميها بفلفلايه حاره كده، بتديلها طعم جميل قوي. هنسيب بقى المكونات دي تغلي على النار وتستوي معانا زي ما انت شايفه كده. وخلي بالكم يا حبايبي، وهو بيستوي كده بيعمل شويه رغاوي على الوش، لازم تشيليهم. وفي اخر مرحله خالص معانا الخضره، بنحط كزبره وشبت. ادي قدامك الشبت اهو، بناخد حزمه او عودين كده من الشبت وحزمه من الكزبره، وبغسلهم كويس قوي، وبحاول اقطع العنق التخينه بتاعتهم من تحت زي ما انت شايفه. هو بيكون معانا الخضره الاساسيه الشبت والكزبره. عايزه تحطي عيدين بقدونس ممكن تحطي، بتقطعيهم بقى زي خضره المحشي كده بالسكينه، او بتفرموهم في الكبه او الخلاط يبقى احسن، عشان لما تيجي تفرمي المخلوط كله مع بعضه يبقى سهل عليكي عمليه الطحن. انا هنا حطيته اهو. هحط بقى شويه التوابل بتاعتنا. طبعا البصاره بتحب الكزبره المطحونه والكمون، هنحط منهم. ولو عندك السبع بهارات كده بتحطي شويه، بيدولها برضو تطعيمه حلوه. ولو عندك ورق لورا مطحون بتحط لهم ربع معلقه صغيره كده، او ممكن تحطي في الاول خالص مع السلق، عمليه السلق دي تحطي معاها ورقتين لورا كده، وبعدين تشيليهم قبل عمليه الطحن. انا بحط اهو التوابل بتاعتي دي، السبع بهارات اهي، بحط شويه صغيرين كده منها. بصوا بقى يا حبايبي، لو عندك فلفلايه حطاها، بتحاولي تطلعي القشره الرقيقه بتاعتها دي كده. وبرده الطماطم اللي احنا حاطينها برده بنطلع القشره بتاعتها كده، عشان ما تعمليش قشره معاكي وانت بتطحنيها، يا اما في الخلاط يا اما بالهاند بلندر. لو في الخلاط هتسيبيها تبرد طبعا شويه، ما تعملهاش وهي سخنه قوي كده. لو عندك الهاند دي بتضربيها بيها على طول. هسيبها كده واجي اكمل ضرب بعدين، بعد ما اعمل لها تقليه البصل اللي احنا شايفينها دي. هجيب طاسه كده واحط فيها اي ماده دهنيه، واقطع بصل مكعبات صغيره، واسيبها على نار هاديه عشان ما تتحرقش ولا تتحرق مني. واحط معاها كده ربع معلقه ملح، واسويها كده على نار هاديه، واحمر فيها لحد ما توصل للدرجه دي. واخر حاجه خالص بحط ربع معلقه سكر كده عشان تبقى مكرمله معايا وحلوه. دي في اخر حاجه خالص، واطفي عليها. شوفوا بقى معايا قوام البصاره، ما تكونش تقيله قوي ولا خفيفه عن كده، يعني يا دوبك معلمه كده اهوت في المعلقه. تقليه توم كده في الاخر ونحطها عليها، او نحطها نيه كده زي ما انا بحطها، زي ما انا حطيتها. انا بحبها نيه يا جماعه، بتديلها طعم حلو قوي، وكمان بتخلي البصاره محتفظه باللون الاخضر الجميل بتاعها، ما بتصفرهاش. ايه السر كمان في ان البصاره بتطلع خضره كده ولونها جميل كده؟ ان انا ما بغليش الخضره، نسيت اقول لكم على الخطوه دي. اوعي تغلي الخضره كتير مع البصاره، هي بس غلوه واحده بعد ما تحطي الخضره وتطفي على طول. كمان في حاجه اسمها ورق السلق، لو موجود معاكي بتحطي ورقتين ولا حاجه مع الخضره وهي بتطحن، علشان برضو تديكي اللون الاخضر الجميل وتحتفظ بيه. بروح غرفها في الاطباق بتاع التقديم بتاعتي، وبحط على الوش كده وبزينها بالبصل المتكرمل بتاعنا، بيبقى طعمها ولا اروع يا جماعه. والبصل بيديلها طعم خطير خطير. طبعا انا ما بحطش البصل، في ناس بتحط البصل في البصاره، بس انا ما بحطوش. ليه؟ لانه بيغمقها شويه. بستكفى ان انا بحطه على الوش كده اهوت، وبكتر منه، بيديلها طعم بقى في الاكل جميل قوي. بتتاكل بالمعلقه غموس زي ما انت عايزه. هنا الحاجات اللي جنبها دي ممكن تحطي اي حاجه بقى زي ما احنا قلنا في الاول.
الليمون المعصفر اللذيذ ده طريقته موجودة عندك في القناة، ممكن تشوفيه. وكمان الفلفل دوت ان شاء الله هنزل لكم طريقته سهلة جدا. وعندك البطاطس المحمرة، وزي ما احنا قلنا ممكن طماطم مخللة، بتنجان مخلل او مقلي. ولو عجبتكم بقى طريقتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة والدعوة الحلوة منكم ليا ولأولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.